هل تصدق ان في امرأة عربية كانت تحكم اقوى دولة في زمانها، ولكن التاريخ حاول يخفي اسمها؟ فمن هذه الشخصية؟ تعال احكي لك. في زمن كان الحكم فيه للرجال فقط، ظهرت امرأة حطمت كل القواعد. كانت ذكية وحازمة وتفكر مثل القادة الكبار. بدأت من القصر، لكن ما كانت مجرد زوجة حاكم، كانت تراقب، تتعلم وتفهم كيف تدار الدولة. ولما جاءت اللحظة لم تنتظر أحد يعطيها السلطة، أخذتها بنفسها. قادت الجيوش وأدارت البلاد في أصعب الفترات، حتى أعدائها كانوا يحسبوا لها ألف حساب. ولكن لأن الزمن لم يكن يتقبل امرأة في الحكم، حاولوا طمس إنجازاتها وتشويه قصتها، ومع ذلك لم تزل محفورة بين العظماء، لأن القوة الحقيقية ما تختفي. هذه الامرأة هي شجرة الدر. شجرة الدر كانت دليل أن القيادة ما لها جنس بل عقل وشجاعة. والمعظم من هذا القصة، لا تنتظر أحد يعطيك مكانتك، اصنعها بنفسك حتى لو العالم كله ضدك. السلام عليكم.